السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحرمة هذه يمنية تناشد محمد بن سلمان ما حصل لها من ظلم. هي من مواليد السعودية وتزوجت بواحد سعودي، فصار فيها خلاف هي وزوجها، لا انه طلقها ولا انه رجعها، يعني لا خلاها لا في الارض ولا في السماء. شاهدوا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داخل على الله وعليك يا وليد العهد يا محمد بن سلمان. أنا إنسانة يمنية ولدت السعودية، وجاني نصيب خير وتزوجت شخص سعودي قبل النظام الجديد، قبل 8 سنة أو 9 سنة، وعلى إنه أول شهر وثاني شهر يجريلي في الموافقة، وما جرى في الموافقة، وانتهت إقامتي بعد زواجي عليه بسنة، وتجمع علي المبلغ 35,000. كنت على كفالة أمي، وأمي إنسانة مريضة سرطان وما رضيت تجددها، ودحين انتقلت إلى رحمة الله وهو ما رضي يجددها. وجاني منه ولد سعودي عمره 5 سنين ومضاف في الأحوال باسمي، بس أنا ماني مضافة وماني عارفة إيش أسوي، وانفصلت من زوجي، لا أنا متزوجة ولا أنا مطلقة، معلقني ومحرومة من شوفة ولدي. يعني لي 1 سنة و5 شهور وأنا محرومة من شوفة ولدي، وكل ما قدمت دعوة حكومية رفضوني عشان إقامتي، ما يقبلون الدعوة يرفضوها أونلاين عشان موضوع إقامتي، ولا طالبين مني تصحيح عقد وهو ما هو راضي يصحح العقد. أنا داخلة على الله وعليكم إنكم تنصروني. أنا يتيمة الأب والأم وعايشة عند أخواتي، أبغى حقي في الدنيا، أبغى شوفة ولدي. أنا حتى مستشفى ما أقدر أدخلها عشان إقامتي منتهية، ولا قادرة أعيش حتى حياتي زي الناس. أبغى حقي في الدنيا، أبغى حد يخرج لي حقي في الدنيا من الإنسان ده. يعني ولدي محرومة منه من عمره شهر، هم ماخدينه مني من حضني، حتى رضاعة ما رضعته. يعني بالاسم أنا، ودحين أبغى حقي. داخل على الله وعليكم. أنا إنسانة مولودة في السعودية وماني عارفة إيش أسوي، ولا أنا قادرة أجدد إقامتي 35,000، ماني قادرة إيش أسوي. فداخل على الله وعليكم، الله يخليكم لنا إن شاء الله في الدنيا. أبغى حقي.